في عالم الموتوسيكلات في قاعدة معروفة: لو عاوز الراحة هتضحي بالسرعة، لو عاوز السرعة هتضحي بالراحة. بس في يوم من الأيام في شركة قررت تكسر القاعدة دي. شركة خدت موتور سوبر بايك وحطته في موتوسيكل مرفوع مريح للسفر، والنتيجة موتوسيكل شكله ادفنشر لكن بيشد كأنه على حلبة سباق. وأكيد مفيش غيره واحد بس، وهو بي ام دبليو اس 1000 اكس ار، البايك اللي خلى ناس كتير تسأل هل ده أسرع موتوسيكل سفر في العالم، وهل هو اس 1000 من الأساس ولا لأ. أنا إسلام، وفي الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة دي وهقول لك تاريخ البايك ده كامل. فاشترك دلوقتي وتابع الفيديو للآخر وصلي على النبي، وخلينا نحكي القصة من أولها. في بداية 2010 بي ام دبليو كان عندها مشكلة بسيطة. كل الفئات موجودة: سوبر سبورت قوي، ادفنشر ضخم، وتورينج فاخر، لكن مفيش بايك بيجمع ما بين الراحة والأداء الرياضي في نفس الوقت. الناس كانت عاوزة وضعية مريحة، رؤية عالية للطريق، لكن في نفس الوقت قوة سوبر بايك وسرعة جبارة. أحلام العصاري دي بي ام دبليو شاف إن هم ممكن يحققوها بطريقة بسيطة: مواصفات معينة، وضعية ركوب مريحة، عند البار عالي لكن قلبه يبقى قلب سوبر سبورت. وهنا بدأت فكرة البي ام دبليو اس 1000 اكس ار، والتنفيذ كان على أعلى مستوى. في سنة 2015 قررت بي ام دبليو موتور رود تعمل حركة جريئة شوية. بدل ما تبني موتوسيكل جديد من الصفر، خدت واحد من أقوى مواترهم اللي موجود أساسا، موتور في موتوسيكل من أقوى موتوسيكلاتهم وأحلاهم، وهو الاس 1000 ار ار، وحطيته في بايك مرفوع مريح ومناسب جدا للسفر. وهنا ظهر لأول مرة البي ام دبليو اس 1000 اكس ار. الفكرة كانت بسيطة لكنها كانت ذكية جدا في نفس الوقت. بي ام دبليو كانت شايفة إن السوق بدأ يتغير، الناس بقت عاوزة وضعية ركوب مريحة، تحكم أسهل، ورؤية عالية للطريق، لكن في نفس الوقت مش عاوزين يتخلوا عن الأداء الرياضي والسرعة العالية. فبدل ما تعمل ادفنشر عادي زي مثلا الار 1200 جي اس، عملت حاجة جديدة تماما: سبورت ادفنشر. فئة جديدة بي ام دبليو هي اللي افتتحتها، يعني بايك للسفر ولكن بعقل سباقات. مواصفات وقتها كانت مفاجأة: النسخة الأولى من اس 1000 اكس ار جت بموتور 4 سلندر 999 سي سي بقوة حوالي 160 حصان، وشاسيه بنفس تصميم الشاسيه بتاع الاس 1000 ار ار. كتير من بايكس الادفنشر وقتها كانت قوتها ما بين 110 ل 130 حصان بس، يعني اكس ار كان داخل الفئه ومعاه قوه سوبر بايك تقريبا. دخل لواحد من اقوى بايكس فئته وقتها. ببساطه كان اسرع من اغلب بايكس الادفنشر، وشكله احلى كمان. واللي مخلي شكله فعلا احلى هو تصميم الكشاف الاعور اللي اتشهر بيه جدا الاس 1000، غير التصميم اللي كان مختلف وكان فعلا بيشدك من اول نظره. التكنولوجيا برضو كانت متقدمة جدا وقتها. بي ام دبليو قدمت في الموتوسيكل ده من أول موديل رايدنج مودز وتراكشن كنترول واي بي اس متطور ودايناميك سسبنشن. يعني البايك كان قادر يبقى مريح في السفر، ثابت على السرعات العالية، ورياضي لما تحب تدوس بنزين. أول ما نزل الناس استغربته، مش ادفنشر حقيقي وأكيد مش سوبر سبورت خالص. لكن بعد أول تجارب سواقة الناس بدأت تفهم الفكرة، ودي كانت مجرد البداية، لأن بي ام دبليو مسكت الطريق من هنا وكملت تطوير في البايك، عشان بعد كده سنة 2020 ينزل الجيل الثاني. بعد نجاح الجيل الأول من اكس ار بدأت تظهر شكاوى بسيطة من الملاك: الموتوسيكل سريع جدا لكن فيه اهتزازات ملحوظة في الموتور، الوزن تقيل شوية، والتكنولوجيا بعد ما عدى عليها تقريبا 5 سنين بدأت تبان قديمة قدام المنافسين. ساعتها قررت بي ام دبليو موتور رود إن الوقت جه لتحديث كبير، مش مجرد فيس ليفت وخلاص، لكن جيل جديد بالكامل. وفي 2020 بي ام دبليو غيرت فلسفة الشركة بشكل كبير وعملت تجديد شامل لأغلب الموديلات، ومنهم الاس 1000 ار ار وكمان الاس 1000 اكس ار. وبالتغيير ده عملت البايك أسرع، أخف، ومتطور أكتر، بس لسه سبورت وتورنج وأدفنشر في نفس الوقت. الموتور برضو كان جديد، مبني على نفس الموتور الجديد بتاع الاس 1000 ار ار، لكن برضو بتعديلات مخصوصة للاكس ار. الأرقام بقت 165 حصان وحوالي 114 نيوتن متر عزم، يعني أقوى شوية من الجيل الأول بس مش فرق كبير يعني. لكن الفرق الحقيقي ما كانش في الأرقام، كان في السلاسة ونعومة البايك. بي ام دبليو اشتغلت كتير على تقليل الاهتزازات وخلت الموتور أنعم في الاستخدام اليومي. واحدة من أكبر التغييرات اللي بي ام دبليو عملتها إن هي قدرت تقلل وزن الموتوسيكل بحوالي 10 كيلو تقريبا. ده حصل بسبب الشاسيه الجديد، كان أخف، وكمان أجزاء الموتور أخف. التصميم بشكل عام كان فيه أجزاء كتير قللوا وزنها، والنتيجة البايك بقى أسهل في التحكم ورشيق أكتر في الملفات. التكنولوجيا دخلت مستوى جديد. الجيل الثاني من بي ام دبليو اس 1000 اكس ار جاله نفس التكنولوجيا تقريبا اللي في السوبر بايكس الحديثة: شاشة كبيرة 6.5 بوصة مليانة ألوان ومليانة حاجات كتير ممكن تعدل فيها. رايدنج مودز برو، تقدر تختار ما بين أوضاع للقوة كتير، من هادي لحد متوحش. كويك شيفتر عشان لو حبيت تشد وتغير الغيارات بسرعة. كروز كنترول، مثبت سرعة ذكي ومتفاعل مع الطريق.
كمان ضافوا دايناميك سسبنشن بيتغير حسب وضع الطريق وحسب مزاجك برضه. يعني البايك بقى مليان الكترونيات تساعدك سواء في السفر او حتى في السواقه العنيفه. بي ام دبليو كمان عملت من رايي اسوأ حاجه، وان هم غيروا التصميم. النسخه الجديده بقت رفيعه اكتر وحاده اكتر، شكلها اقرب للسوبر بايكس، لكن لسه محافظه على الهاندل بار العالي، الحمايه اللي قدام، ووضعيه الركوب المريحه. بس للاسف وقتها وقف تصميم الاعور المشهور، وبي ام دبليو بدلته بتصميم سيمتري عادي. يقول لي في الكومنتات، هل انت كنت بتحب الشكل الاعور القديم ولا الشكل السيمتري الجديد عاجبك اكتر؟ لما الجيل التاني نزل، الناس قالت ان بي ام دبليو اخيرا عملت النسخه الكامله من الاكس ار، بايك سريع جدا مريح للسفر ومليان تكنولوجيا، وده خلاه يبقى واحد من اشهر بايكس السبورت ادفنشر في العالم كله. خلاصه الجيل التاني ما كانش مجرد تحديث، كان اثبات ان فكره سوبر بايك للسفر نجحت فعلا. لكن رغم كل المميزات دي، الموتوسيكل ده لسه عنده شويه عيوب لازم تتقال بصراحه. بس قبل ما نتكلم على العيوب، لازم نعرف ازاي وليه البايك ده نجح نجاح كبير بالطريقه دي. لما نتكلم عن نجاح بي ام دبليو اس 1000 اكس ار، احنا مش بنتكلم على موتوسيكل سريع وخلاص. النجاح الحقيقي انه عمل حاجه قليله جدا من الموتوسيكلات قدرت تعملها، جمع ما بين 3 شخصيات مختلفة في بايك واحد. أول سبب خلّى XR ينجح هو الأداء، مع موتور متاخد أساسًا من بايك صاروخ S1000RR. البايك بقى عنده قوة قريبة جدًا من السوبر بايكس، حوالي 165 حصان، وتوب سبيد بيوصل تقريبًا ل250 كيلو، وده رقم كبير جدًا بالنسبة للموتوسيكل فئة السفر. ممكن تفكر إن الS1000RR عنده أحصنة أكتر من كده بكتير، ولكن الموتور هنا كان متعدل ومتضبط مخصوص للXR. يعني ببساطة الموتوسيكل ده تقدر تسافر بيه مئات الكيلومترات أو حتى تسافر من بلد لبلد، وبرضه تقدر تفتح بنزين وتحس إنك على حلبة سباق. يعني هو سريع على الطريق السريع، ومريح في السفر، وكمان ممتع في الملفات، وعملي في الاستخدام اليومي. يعني ما أظنش أنت هتحتاج حاجة أكتر من كده. لو جبته هو لوحده بس غالبا هيعمل معاك كل حاجة. السوق كان محتاج النوع ده. قبل اكس ار السوق كان فيه نوعين بس من الموتوسيكلات: سوبر بايكس متعبة قوي في السفر، وادفنشر كبيرة وبطيئة نسبيا وتقيلة جدا. لكن اكس ار عمل منطقة في النص، وده خلاه ينافس بايكس تانية في نفس الفكرة زي دوكاتي مالتيسترادا في 4 وكي تي ام 1290 سوبر ديوك جي تي. المنافسين دول تقال واقوياء جدا، لو عايزين نعمل عنهم فيديوهات منفصلة زي ده قولوا لي في الكومنتات. من الاخر، نجاح بي ام دبليو اس 1000 اكس ار جاي من معادلة صعبة جدًا: قوة سوبر بايك، راحة تورينج، وتكنولوجيا حديثة. بايك تقدر تسافر بيه ما بين القارات، لكن لو الطريق فضي قدامك ممكن يتحول لوحش رياضي في ثانية واحدة. رغم ان بي ام دبليو اس 1000 اكس ار واحد من انجح البايكس في الفئة بتاعته، لكن مفيش موتوسيكل بيبقى كامل، وفي شوية عيوب لازم تتقال بصراحة علشان الصورة تبقى واضحة. واحدة من اشهر الشكاوي في الجيل الاول كانت اهتزازات الموتور، وده بسبب المواتير الاربعة سلندر الرياضية بطبيعتها بتلف على ار بي ام عالي. النتيجة إن بعض الملاك كانوا بيحسوا باهتزازات جامدة أوي في الهاندل بار، مكان ما بتسند رجلك كان بيترعش جامد. بس بي ام دبليو حسنت الموضوع ده في الجيل التاني، لكن لسه في ناس بتلاحظها. لما يكون عندك موتور 165 حصان و1000 سي سي، طبيعي ان استهلاك البنزين مش هيكون قليل، خصوصا لو بتسوق بطريقه عنيفه. في الاستخدام العادي ممكن يكون حوالي 17 ل 20 كيلو لكل لتر، لكن لو بتفتح البنزين كتير الارقام دي ممكن تقل. رغم ان الجيل الجديد اخف من القديم، لكن لسه في ناس بتعتبره ان هو تقيل شويه بمقارنه ببعض المنافسين. وزنه حوالي 226 كيلو جاهز للسواقه، وده ممكن يبان في الملفات وفي المناورات بين العربيات على سرعه قليله. زي اغلب موتوسيكلات بي ام دبليو، السعر مش بسيط. النسخه الجديده من اكس ار ممكن تبدا عالميا من 20 لحد 25 الف دولار، وده ساده من الوكيل قبل اي اضافات زي الشنط اللي في الجنب او ام كيت حتى، اللي ممكن ترفع سعر البايك ده اكتر من كده بكتير. وفي مصر مش متوفر قوي لانه مش منتشر كتير في السوق المصري، وناس كتير جدا ممكن تكون ما تعرفش البايك ده من اساسه. بس في الغالب ممكن تلاقي الجيل الاول منه مستعمل بيتباع في مصر في حدود ال 700 او 600 الف جنيه، وممكن تلاقيه الجيل التاني هيعدي ال2 مليون جنيه مستريح. رغم شكله لكنه مش معمول للاوف رود الحقيقي. السسبنشن رياضي اكتر، الجنط قدام 17، الكاوتش رياضي، وده يخليه ممتاز على الاسفلت، لكنه مش مناسب للرمله او الطرق الوعره زي اخوه الكبير الار 1250 جي اس مثلا. عيوب اكس ار حقيقيه، لكن اغلبها نتيجه لفلسفه الموتوسيكل نفسه، مش عيوب قاتله او ممكن تبوظ عليك التجربه. لانه ببساطه مش ادفنشر عادي ومش سوبر بايك كامل في نفس الوقت، هو حاجه في النص. وده بالظبط السبب اللي خلى ناس كتير قوي انها تحبه. في الاخر بي ام دبليو اس 1000 اكس ار مش مجرد موتوسيكل جديد في السوق، ده كان فكره مختلفه وتحدي كبير. فكرة إنك تاخد قوة سوبر بايك زي اللي موجودة في اس 1000 ار ار وتحطها في بايك يقدر يسافر بيك مئات الكيلومترات بالراحة. النتيجة كانت موتوسيكل سريع جدا ومريح في السفر ومليان تكنولوجيا، وقادر يعمل أكتر من دور في نفس الوقت.
وده السبب اللي خلاه يبقى واحد من أشهر البايكس في فئة السبورت أدفنشر في العالم كله. بس دلوقتي عاوز أعرف رأيك، لو قدامك الاختيار هتختار بي ام دبليو اس 1000 اكس ار ولا تروح لبايك أدفنشر حقيقي زي ار 1250 جي اس؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو بتحبوا محتوى الموتوسيكلات وتاريخها. وشكرا على المشاهدة.